عارفين مين هو القديس اللي الله أخفى مغارته وجسده عشان محدش يلاقيهم؟ زمان في القرن الرابع كان في راهب قديس اسمه بموى، والله خلى بموى يكفن جسد القديسة إيلاريا. وفي وقت من الأوقات حب بموى يقابل حد من السواح، والسواح دول عبارة عن قديسين عايشين معانا على الأرض، ولكن الله ادالهم قدرات مش طبيعية، زي إن هما بيقدروا يسافروا في لمح البصر أو يركبوا على السحاب، وقدرات تانية عجيبة. فبيكون السواح دول شبه الملائكة، وروحهم بتكون غلبت الجسد، وبيبدأوا يعملوا عجايب بأمر من الله. وساعتها كلم الله بموى وقال له إنه يدخل ويغوط جوه في الصحراء. وساعتها اتفاجئ بموى بان في قديسين وسواح عايشين في الجبل عددهم كتير جدا. فعدى بموى على قديس اسمه سمعان القلاع، فسلم بموى عليه وسأله: يا ابي ما تعرفش قديس تاني ساكن في الصحراء؟ فقال له سمعان: في قديس الارض ما تستحقش انه يدوس عليها. فقال له بموى بسرعه: اسمه ايه القديس ده؟ فقال له سمعان: اسمه الانبا كراس. وساعتها سلم بموى عليه وفضل بموى يمشي. وساعتها قابل قديس اسمه بلامون القلاع، فقال له بموى: اكيد انت الانبا كراس. فاول ما سمعوا القديس بلامون قال له: انا ما استحقش اكون الانبا كراس، ولكن لو فضلت ماشي جوه هتلاقي الانبا كراس موجود، ولكن لسه قدامك شويه عقبال ما تلاقيه. فسلم عليه بموى ومشي. وفضل القديس بموى يمشي في الصحراء، بلاد تشيله وبلاد تحطه، لحد ما وصل للانبا كراس. واللي اول ما وصل ليه وقبل ما يخبط على باب مغارته نادى عليه الانبا كراس على طول وقال له: اهلا بيك يا بموى، وسلم عليه وقعدوا يتكلموا. وساعتها سالوا الانبا كراس على حال الولاة وحال الناس، وده لان الانبا كراس قعد 57 سنه ما شافش وش بني ادم، وكان عايش مع الله بس. وكمان لان الانبا كراس كان امير واخوه كان ملك، ولكنه ساب العالم واختار انه يعيش مع ربنا. وحكى الانبا كراس قصته كلها لبموى، وكان بموى بيسجل قصه الانبا كراس وبيكتبها. وعرفوا الانبا كراس ان الله بعته علشان يهتم بجسده بعد ما ينتقل. وفضلوا في اليوم ده سهرانين وبيصلوا. وبعدها بدا الانبا كراس يتعب، وتاني يوم ظهر نور ملا المغاره كلها، وظهر السيد المسيح بنفسه. وراح السيد المسيح وقعد جنب الانبا كراس وفضل يتكلم معاه، ووعده ان اي حد هيصلي باسمه هيستجيب ليه مهما كانت صلاته. وبعد حوار طويل دار ما بين الانبا كراس والسيد المسيح، اخذ السيد المسيح روح الانبا كراس وسلمها للملاك ميخائيل. وكان موجود في الوقت ده داود النبي بنفسه. وساعتها امر السيد المسيح بموى انه يكفن جسد الانبا كراس. وبعدها اخفى السيد المسيح مغاره الانبا كراس، وجسده كان موجود جواها علشان ما حدش يلاقيها. وبعدها اختفى. وعيد نياحه الانبا كراس هو يوم 8 ابيب.